في سؤال ممكن يطرح دلوقتي، هل كومو تستحق ان الواحد يجيها ولا لا؟ اعتقد ان انا جاوبت على السؤال ده. دلوقتي المفروض احنا مسافرين دلوقتي رايحين مدينة اسمها كومو. كومو دي مدينة قريبة مش مننا قوي، بعيد عننا ساعة لحد ما، نفس الطريق بتاع سويسرا من هنا لسويسرا. هنا احنا رايحينها دلوقتي، خلينا نروح نشوفها. هتستغربوا انا في بيت مين دلوقتي، لكن دي شركة وبتاع. اللي بيخليني ابص لفوق هنا كده، انتوا شايفيني ببص لفوق، ان انا ببص الشاشة شايف فوق هنا يعني بحاول ان انت كده قطعت لي الشورت في البسين. الايه؟ الشورت في الكمين. الايه؟ الشك باليقين. الشك في الكمين؟ الشك باليقين يا بني ادم. ايوه، طب انت عايز ايه دلوقتي؟ المهم لسه نازلين من البيت زي ما انتوا شفتوا، رايحين ناحية العربية دلوقتي عشان نتحرك. العربية هناك كده ننزل نجيبها. بس نفتح البيت. انا قصدي على المحفظه مش مفتاح البيت، والله العظيم انا ما اعرفش في ايه. هننزل دلوقتي. الورا اللي انتوا شفتوه ده اصلا سوق بيتعمل في كل المدن الايطاليه كل خميس اعتقد، لان عندي في المدينه انا كمان بيتعمل كل خميس. السوق ده في كل حاجه زي اللي انا وريته لكم في تورينو، بيبقى من بس دول ايطاليين بقى بيعملوه عادي، من اللبس، من اول اللبس لغايه الخضره والحاجات زي كده، كل حاجه يعني. مش فيديو بتاعنا دلوقتي احنا قدامنا بتاع 50 دقيقة كده ونوصل. هنا قلت لكم عليها الجو غريب حبتين، مفيهوش شمس لكن ممكن يشمس كمان شوية. درجة الحرارة النهارده حر مش برد، ده اللي أنا شفته في الموبايل يعني. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في Scoprile tutte su anylive.it. وصلنا مكان تاني دلوقتي غير اللاجو، غير اللاجو اللي انتوا لسه شايفينه. وصلنا دلوقتي تشانترو كوميرشالو اللي هو مول بتاع المدينه دي. عموما اي مدينه في ايطاليا بيبقى فيها مول كبير كده فيه كل حاجه، محلات بقى وبراندات وبتاع، اي مول. شوف اعتقد انتوا واخدين بالكم من المنظر عامل ازاي ده. احنا بس وقفنا في طريق، او المفروض انا هفهمكم حاجه اصلا انا ما كنتش فاهمها لكن فهمتها لما جيت هنا. كل الطريق اللي احنا كنا جايين منه ده اصلا كله على طريق اللاجو ده، كله حرفيا من اوله لاخره كل ده يتسمى كومو. اللي احنا كنا فيها دي اصلا تشانترو دي كومو، مدينه كومو. اخر الطريق بتاع اللاجو ده اسمه لاجو دي كومو. كل ده يعتبر انه لاجو دي كومو. انا في الاول ما كنتش اعرفها، انا بوريها لكم في المابس دلوقتي انه الكومو خط طويل كده، اوله هو الشنترو دي كومو اللي احنا كنا فيها دلوقتي، واخره هي اللاجو دي كومو اللي احنا رايحين لها دلوقتي. الطريق كله حرفيا واحنا قدام اللاجو ده. كفايه المنظر من هنا جامد جدا بجد. بصوا الفيلا اللي قدام اللاجو بتاع. احنا ممكن ننزل اعتقد لتحت يعني من الشارع ده. هشوف انا لو اقدر انزل دلوقتي في الشارع ده يخليني اقدر انزل لغايه اللاجو تحت. بصوا النازله اللي انا قلتها لكم دي اللي هي كانت وريتها لكم تحت دي اصلا فيلا بريفاتو ما ينفعش حد ينزل منها. اعتقد دي فيلا، النازله بتاعت الفيلا هي دي، ما اقدرش انزل. فاحنا هنطلع قدام شويه اكيد هيبقى في منظر اقدر انزل لغايه تحت. لكن المنظر من هنا بجد تحفه بطريقه مش ممكن. انا مش متخيل اللي ساكن هنا شايف المنظر من عنده عامل ازاي، لكن شايفين شايفين الجبال فوقها تلج عامل ازاي. بصوا المباني اللي هناك دي. اعتقد احنا الطريق واصل لغايه هناك كده، بعد كده بتلف هناك
وتوصل للمدينه دي اللي هي اعتقد كومو، هي دي اعتقد. لكن هو الطريق عشان توصل لها محتاج تلف لفه طويله كده، وكل ده يتسمى من شنترو دي كومو اللي احنا كنا فيه هناك دلوقتي لغايه اللاجو دي كومو اللي مشهور في ايطاليا كامل ومعروف على طول. شايفين يا جماعه اللاجو عامل ازاي؟ انا بحاول دلوقتي ادور مكان ان انا انزل لغايه تحت خالص، لانه في اماكن، لكن اغلب الحاجات اللي بتبقى موجوده تحت دي فندق او فيلا صاحب حد، فبيبقى الشارع. لكن في شارع هناك اهو شايفينه، هو ده ممكن ننزل ناحيه اللاجو. بصوا التلج عامل ازاي يا جماعه، كل الجبال دي محوطاها، الطريق لغايه قدام خالص بالشكل ده كده. برضه انا جايب لكم اوسع حاجه موجوده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ خلينا جنب اللاجو، لسه نازلين من العربيه. هوريكم منظر انا حرفيا الميه قدامي بالظبط اللي انتوا شايفين. بصوا كده، 1 2 3. بصوا الميه عامله ازاي، حرفيا جامده جدا. بصوا يا جماعه، بصوا السلم ده منزلني فين، جنب الميه بالظبط. بصوا بقى المنظر عامل ازاي، فوكس ايوه. بصوا المركبه اللي هناك دي بتوصل للمدينه الاولانيه اتحركنا منها من اول اللاجو، توصلك يعني ممكن تركب المركبه دي من اول لاجو لغايه لاجو دي كومو اللي هي اخر مدينه بتوصلك في اللاجو، فاهمين؟ المركبه دي بتوصلك، ممكن تدفع مثلا 15 يورو ولا 14 يورو وتركب المركبه دي، وحرفيا المنظر اكيد بيبقى تحفه. غير بقى المراكب الصغيره اللي هناك دي، المراكب الصغيره اللي هناك دي مش لازم يكون انت صاحبها، لازم عادي ممكن تأجرها، لكن بيبقى اغلى من دي طبعا بكتير جدا. يعني انا حرفيا اهو انا ادم، الميه هنا، المنظر اللي ورايا بعيد ان انا بوريكم بالكاميرا، وفعلا ممكن الكاميرا تكون شكلها حلو، لكن بالمنظر في الحقيقه حاجه تانية خالص حرفيا. غير المراكب اصلا شكلها عامل ازاي. بصوا، سؤال ممكن يتسأل والناس تيجي تقول لي، هل لاجو دي كومو حتى لو هو بعيد بطريقه مش ممكن للناس اللي هو ساكنه زي مدينتي مثلا بعيده عنها ساعتين، والمدينه اللي كنت فيها دلوقتي بعيده عنها ساعه ونص، هل تستحق الطريق ده كله؟ اوافق 100% انها تستحق الطريق ده كله للناس اللي بتحب المناظر الطبيعيه، انها يعجبها الميه، يعجبها اللاجو، يعجبها المنظر. وحتى لو ما بيعجبكش حتى، والله انت لو جيت هنا هتحس اللي هو انت كانك في صوره حرفيا، فاهمين؟ فانا دي من الحاجات اللي بجد بتعجبني جدا. بجد الميه قريبه من هنا اهي، بجد مفيش فرق ما بينها حرفيا. رجلي اهي. نشرب قهوه دلوقتي، خلينا نشرب قهوه قدام المنظر ده. يلا بينا. بعيد الكاميرا ممكن تفصل في اي وقت دلوقتي، لكن ممكن اغلب التصوير الجاي اللي هو اللقطات اللي هنا هتبقى في اخر لاجو دي كومو، هتبقى ممكن في الموبايل. اوكي، فممكن نلقى التصوير من الموبايل للكاميرا دلوقتي لانه الكاميرا هتفصل. يلا بينا نخش الشنطه. دلوقتي احنا وصلنا لاخر لاجو دي كومو. احنا وصلنا هنا المدينه اللي احنا فيها، يعني مش مدينه، المكان اللي احنا فيه اسمه ده اللي اسمه لاجو دي كومو. الطريق كامل هو تابع للمكان ده، واحنا وصلنا اخره دلوقتي. اوريكم الشنترو، احنا لسه معديين من عليه دلوقتي وبس، فاحنا رايحين له دلوقتي. انا عايز اوريكم شكل الجبل اللي هناك ده عامل ازاي. شايفين التلج نازل عليه، مدي شكل بجد جامد جدا، مدي شكل في الصور ومدي شكل في الفيديو، بجد شكله جامد جدا. تخيلوا بقى مع اللاجو ده، حاجه عظيمه كده، حاجه عظيمه. في الصيف بقى حاجه تانية خالص. في الصيف انت ممكن اصلا، في ناس ممكن تنزل تعوم هنا ولا حاجه. لا يعني انا هاجي في الصيف اعوم هنا، بس ماشي. جاهزين اوريكم منظر يا جماعه بجد تحفه منك للاجو على طول. شايفين 1 2 3. بصوا المنظر عامل ازاي، حاول تجيبها كانك في صوره حرفيا. يعني انا اصلا وانا بتفرج دلوقتي حاسس ان انا في صوره بجد. شايفين المدينه عامله ازاي. الشنترو هناك هنروح له دلوقتي. هو دلوقتي الشنترو هنا كده، هو ده الشنترو اصلا. هو اشهر حته في كومو هو هنا حرفيا. لو كتبت في جوجل كومو هيطلع لك المنظر ده من البيوت دي قدام اللاجو ده.
والشنترو هناك مجهزين نفسهم كاملين ان هم ينزلوا الميه حرب، رايحين ينزلوا حرب. بصوا المركبه اللي هناك دي بجد جامد جدا، ده اروق واحد شفته حرفيا، نفسي اجي معاه بجد. وهي المركبه اللي قلت لكم عليها انها ممكن تنقلك المدينه الثانيه اللي هناك، هي دي بتركبها من هنا حرفيا 14 يورو، لكن انا مش محتاج لان هي دي اخر حاجه. وهنا اعتقد سويسرا او يعني مدينه جنب سويسرا جدا، لكن انا مش محتاجه، هي نفس المنظر. فبس يعني دلوقتي قدامنا بتاع ساعتين عشان نوصل البيت. كنا عاملين حسابنا ان احنا نيجي الساعه اللي هي لاجو دي كومو، كانت بعيده عننا ساعه، لكن عرفنا ان هو زي ما قلت لكم الطريق ده كامل هو لاجو دي كومو. خليه اوريكم الشنترو بعد كده ننهي الفيديو. معرفش ممكن ننهي الفيديو هنا ولا حاجه. الشنترو يا جماعه دلوقتي فاضي، انا متاكد انه بكره عشان بكره الجمعه بتاع هيبقى زحمه، عشان السبت وحد بيبقى زحمه على طول، لكن في الصيف المكان ده ما بيبقاش تلاقي مكان واقف فيه. دلوقتي فاضي. فشايفين ده الشنترو بتاع لاجو دي كومو اهو. حتى المباني اللي فيه بجد شكلها حلو جدا، التفاصيل اللي فيها حلوه رايقه، تحس انها مدينه رايقه جدا. اشهر حاجه فيها هي اللاجو. شايفين الساحه بتاعت الشنترو قدامها اللاجو، فمديها شكل جامد جدا. بص هو اي مدينه هتشوفوها دلوقتي فيها تصليحات اعرفوا ان هي هتبقى موجوده في الشتاء. اي مدينه سياحيه فيها تصليحات فتعرفوا انها في الشتاء، لانه التصليحات ما بتحصلش في الصيف، لانه دي مدينه سياحيه فما ينفعش قدام السياح يعملوا تصليحات وحاجات زي كده. فاعملوا حسابكم انه اي مدينه ايطاليه تعرفوا كسياحيه تعرفوا انه فيها تصليحات، فانت مش هيبقى فيها ناس كثيره بتجيها، فبيصلحوا كل حاجه عشان في الصيف تبقى كل حاجه بيرفكت. فاهم؟ هناك اللاجو اللي كنا واقفين فيه دلوقتي، داخلين جوه هنشوف هل في حاجات تعمل ولا لا. مفيش اي حاجه تعمل يا جماعه، طريق زي الطرق اللي كنا بنمشي بيها بالعربيه. فهو اعتقد ده الشنترو، حاجه بسيطه جدا صغير جدا. وريتكم ناحيه الشنترو، لكن انا وريتكم المناظر عامله ازاي. اللاجو السفريه دي مش عارف هتبقى عامله ازاي، الفيديو ده هيبقى عامل ازاي معرفش في الحقيقه، لكن هحاول اقسم. ممكن اصلا عارفين شايفين المحل ده يا جماعه، اعتقد ده تابع للست اللي بره اللي عامله الكيوسك بره بتاع الورد، ده المحل بتاعها، لان هو نفس الشيء. المهم يعني انه الفيديو ده هحاول اطلعه باقصى شيء ممكن. وفي حاجه تانية اصلا يا جماعه، انه المدينه اللي لاجو دي كومو دي معروفه اصلا بالورد، بريحه اللافندر، معرفش اسمها ايه بالعربي، لكن هي ريحه الورد، ريحه كده خزامه، هنسميها خزامه ماشي. المهم يعني ان هو مشهوره بالمدينه دي، عشان كده موجوده في كل حته، وفعلا ريحتها تحفه. عشان كده موجود المحل هنا وموجود بره. وعارفين الريحه دي اصلا بيطلعوها من هنا، ما بيشتروهاش من بره ويجيبوها، لا ما بيطلعوها من هنا، فعشان كده معروفه. بس احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. رب الفيديو عجبكم. معرفش حرفيا زي ما قلت لكم الفيديو ده هيطلع عامل ازاي، لكن هحاول اطلعه باقصى شكل، باحلى شكل ممكن. رب الفيديو عجبكم. دي اول مره اجي فيها لاجو دي كومو، كنت بسمع عنها كتير ان انا لاجو دي كومو الشتاء غير الصيف. احنا في الشتاء دلوقتي، في الصيف هيبقى شكلها احلى، هاجي لها في الصيف هيبقى شكلها احلى اكيد. رب الفيديو عجبكم. بس كده، شوفوا انتوا بقى رايكم، هل السؤال هتعرفوا تجاوبوه، هل هتستحقوا ان انتوا تيجوا المدينه دي ولا لا؟ من وجهه نظركم انتوا، هل حابين ان انتوا تيجوا بالشكل ده وتضربوا الطريق ده كله وتيجوا المدينه دي ولا لا؟ بس هو ده السؤال. يا رب الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا اهم حاجه زر الجرس عشان تعرفوا كل جديد. سلام.